الله حلوه قوي الاوضه دي يا علاء. بس يا ملك شكلها غالي قوي. وانا نفسي فيها يا علاء. يا ملك غاليه، شكلها غاليه. ماليش دعوه يا علاء، ما تشوف بكام وتتصرف. طيب لو سمحت الاوضه دي عامله كام؟ عامله 99,000 يا فندم. 99,000. ايوه يا فندم، اوضه نظيفه وخشب زين. طب بعد ثانيه واحده وهرجع لك تاني. اتفضل يا فندم. بعد اذنك تعالى بس عايزك يا ملك. دي عامله 99,000 جنيه يا ملك، وانت عارفه ان انا ظروفي على قد ما معيش فلوس يعني. ماليش دعوه يا علاء، نفسي فيها، اتصرف. اتصرف اعمل ايه يا ملك؟ يعني استلف فلوس واتدين عشان اجيبها لك؟ ماليش دعوه، حاجتك مش حاجتي. طيب ما الاوضه عندنا كويسه يعني، مش محتاجه تتغير دلوقتي يعني. انا بقول لك نفسي في دي، شوف بقى هتجيبها منين. طيب ثانيه واحده هروح اشوفه كده، يمكن ننزل لنا حاجه في السعر. طيب بس خليك هنا ثانيه واحده. ماشي. بقول لحضرتك ايه، هي الاوضه دي كويسه؟ كويسه يا فندم، خشب زين اصلي، اوضه عموله يا فندم. طيب بقول لك ايه، خد ال50 جنيه دي في جيبك ماشي، ولما مراتي تيجي قول لها الاوضه دي محجوزه وخشبها زي الزفت ماشي. من عين يا فندم؟ حاضر ماشي. هنادلها دلوقتي زي ما اتفقنا ماشي. ماشي يا فندم. يا ملك. نعم يا علاء. قول لها بقى الاوضه دي يا فندم مش محجوزه، الاوضه دي خشب زين تمام واوضه 100%. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص يا علاء احنا بنجيبها. بص يا استاذ، عندنا خلاص اهدى بس. لحظه خلاص روح انت وانا هتصرف معاك. خلاص يا فندم يا عم خلاص اتفضلي روحي روحي بس انا هاجي لك دلوقتي. لحظه يا فندم. فيها يا استاذ، ما ينفعش كده يا استاذ. ما انا مديك 50 جنيه ليه؟ عشان تقول لها محجوزه ومش محجوزه؟ يا فندم انا عايز ابيع. يا فندم ما انا قلت لك، ما انا اتفقت معاك واديتك فلوس يعني حاجه حلوه ايه؟ خد فلوسك يا فندم، انا عايز ابيع 50 جنيه وقبل 99,000 جنيه. طيب انا هرجع لك تاني. تحت امرك. ماشي. انا هعمل بس مكالمه كده وهاجي لك تاني. طيب ماشي يلا. ماشي، ده عاجبك يعني؟ ماشي يلا. الو. بقول لك يا مصطفى، انا عايزك في طلب بس. انا مزنوق في 99,000 جنيه ل 50 جنيه. ايوه هو طلب كده يا مصطفى. انا بس بحجز اوضه نوم كده عشان مراتي. ما تقلقش، همضيلك على وصل الامانه وكل حاجه هتبقى تمام. طيب ماشي، هتبعتها لي دلوقتي؟ ماشي يا مصطفى، شكرا والله، هبعت لك اللوكيشن دلوقتي. طيب ماشي يا مصطفى، شكرا. ماشي. انا هتدين عشان اوضه نوم. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا علاء يا ابني، مالك متضايق ليه؟ شفت اللي حصل يا ماما؟ ايه اللي حصل يا ابني؟ احكي لي. ملك مراتي مالك؟ اصرت ان احنا نجيب اوضه نوم ومضيت على نفسي شيكات وجبتها. يا نهارك ابيض يا علاء، وازاي تعمل كده يا ابني؟ هعمل ايه يا ماما؟ احرجتني قدام الراجل. احرجتك؟ يعني ايه احرجتك يا علاء؟ يعني ايه احرجتك؟ قول لها لا يا علاء. طيب يا ماما، انا برضو ما رضيتش ازعلها يا ماما، انت عارفه دماغها يعني. ما رضيتش تزعلها؟ مراتك دي مش اصيله يا ابني، مش خايف عليك. قدر بقى دلوقتي ما دفعتش الفلوس ولا ما دفعتش الوصولات دي، يحبسوك بيها يعني ولا ايه؟ ما هو ده اللي انا خايف منه يا ماما. طب اعمل ايه؟ طيب قولي لي. لا يا علاء، لا البت دي مش اصيله، البت دي طلقها يا علاء. اطلقها؟ ايوه طلقها يا علاء. لا يا ماما، انت عارفه ان انا بحبها وما ينفعش اطلقها يا ماما. يعني بتحبها ولما تتحبس حبها ده هينفعك بحاجه؟ هتبقى وديت نفسك في داهيه؟ طيب يعني مفيش حل تاني غير الطلاق ده يا ماما؟ انا شايفه مفيش حل غير الطلاق، واتجوز بنت خالتك. لا يا ماما، قلت لك بنت خالتي دي زي اختي يا ماما، ما تجيبيش سيره الموضوع ده تاني بعد اذنك. يعني وانا كل ما اكلمك تقول لي زي اختي زي اختي؟ خلاص يا ماما، انا هشوف الموضوع ده واحاول اتصرف. ماشي يا علاء، ماشي بعد اذنك. ماشي يا ابني، ربنا يسترها معاك يا ابني. ايه احكي لي، عملتي ايه؟ عملت زي ما انتي ما قلتي وخليته يجيب الاوضه ب99,000. يا شيخه جدعه يا بنتي، اشتغلي كده على طول على طول. بقول لك ايه، بعد ما يجيب الاوضه قولوا له الانتريه وحش وقدم وما اعرفش ايه وفي وشك والكلام ده، احنا عايزين نجدده ونجدد الستاير. خليكي كده اشتغلي، هجيبي ده خلصي ده وروني. بس يا عمو على قده، ما شفتيش ده استلف عشان يجيب الاوضه. على قده؟ انت هتفضلي خايبه كده لحد امتى؟ ما تتنحرري، شوفي بنت خالتك عملت ايه، واللي بيوفروا مش ليكي ده كله بيديه لامه في عب امه. اسمعي اللي بقوله لك، خلص ده روحي له بصي الانتريه، بصي مش عارفه اعمل ازاي وخليه ينزل يجيب. اسمعي مني، افرضي ما رضاش يجيبه. لا يرضى يا حبيبتي، يرضى، مفيش حاجه. ما تعمليش بقى، بطلي الهبل والعبط اللي انت فيه ده. خلاص فكره، لما يجي هقول له غير لي الستاير. بعد ما تفرشي الاوضه كده، وبعديها كده بشويه خدي كده بالراحه وفي قعده وضحكه وهزار، وبقول لك ايه، عايزين نغير الانتريه. بصي ده في وشنا لما يجي لنا ضيوف، لما كده اشتغلي، مش هفهمك انا.
عندك حق، لما يجي هقول له. تمام. مالك يا علاء، في ايه؟ لا ماليش، مفيش حاجه. انا عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي. انت شايف ستاير البيت عامله ازاي؟ مالها ستاير البيت ما زي الفل اهي. عايزه تتغير يا علاء. انت مش شايفه عامله ازاي؟ هو انت يا بنتي ما عندكيش دم؟ مفيش دم خالص. انت كل حاجه مستكترها عليا، انا طلبت منك ايه لكل ده؟ هو انت يا بنتي مش لسه جايب لك اوضه ب100,000 جنيه؟ طب وانت مش شايف الستاير عامله ما ازاي؟ تولع الستاير. في ايه يا علاء؟ بقول لك ايه يا ملك، ايه؟ اللي انت بتعمليه ده غلط. لما اتجوزتك قلت لك يا ملك ان انا ظروفي على قدها وانت وافقتي، وانا فما طلبت ينفعش منك ايه؟ تزنقيني كده وانا طلبت منك ايه لكل ده يا علاء؟ برضه. لا حول ولا قوه الا بالله. الفلوس بتاعت اوضه النوم دي انا ماضي عليها شيكات عشان اجيبها لك، عشان ارضيك يا ست هاني. يوه، انا كل ما اطلب منك حاجه على كده. انت برضه مصر على الكلام ده صح؟ اه. طب بقول لك بقى حاجه حلوه. قول. خدي بقى شنطتك وروحي على بيت ابوكي، وروحي وانتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملك. نعم. نعم يا علاء. انت كويسه يا ملك؟ اه يا حبيبي، في ايه؟ الحمد لله. بقول لك يا ملك، نعم. ايه رايك لو غيرنا اوضه النوم؟ وليه يا حبيبي؟ انت ظروفك على قدك، مالها؟ طب والستاير والركنه ايه رايك برضه لو نغيرهم؟ كله كويسين يا حبيبي. لا انا شايف ان اوضه النوم ادمت، فهديه مني ليكي هغير لك اوضه النوم والستاير والركنه كمان. وليه يا علاء؟ انت عارف ظروفك. يا ستي ربنا كرم الحمد لله بشغلانه، وهجيب لك اللي انت عايزاه. خلاص يا حبيبي. ماشي؟ ربنا يخليك. يلا ادخلي البسي بقى هو عشان نروح دلوقتي. حاضر. يلا. الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.